الله الرحمن الرحيم. فاتحة ترحم على الشهداء فورة تونسية. المجد للشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الأخوات والأخوة، بكامل الاعتزاز أتوجه إليكم في مدينة بنزرت، مدينة الفداء، مدينة الشهداء. هذه المدينة التي أعطت الكثير للحركة الوطنية، ولكن كما تعلمون أن الحركة الوطنية لم تحقق أهدافها في بناء الدولة الوطنية المستقلة. يعني قصارى ما عشناه هو عملية تونسة للإدارة الاستعمارية. يعني الدكتاتورية هي مجموعة من الآليات من القوانين، وكذلك هي أجهزة تشتغل والناس داخل الأجهزة. لذلك قلنا احنا نعمل محاسبة، لابد أن تجري محاسبة حتى نقف أولا على المسؤوليات، ثم نفكك المنظومة معرفيا نفهموها شنو هي داخلها. مثلا هذا خطاب بورقيبة في مضمضة 17 ديسمبر 55 يقول فيه لو بارتي سيدونتيفي افيك ليتا، يعني الحزب هو في الحقيقة هو الدولة. هذا خيار قامت عليه الدكتاتورية، أنه حزب هو في الحقيقة يختزل. أن الدكتاتورية كانت هي منظومة كاملة المفروض أن نفكر في المنظومة هي ونفهم الأدوار وكل حد، لكن الدكتاتورية أيضا حصلتها كانت مآسي عائلات وآلاف، ثم اللي مات، ثم اللي صفاوة، ثم اللي عذبوه حتى الموت، ثم اللي تعذب، ثم اللي عدى جزء كبير من عمره معناها في السجن، وثم كذلك ملف الفساد اللي هي تكديس الثروات والاستيلاء على المال العام وغيره. هذه كلها ملفات كبيره كان المفروض ان بعد قيام الثوره نتعرض لها ونفككها حتى نبني الجديد على انقاض القديم. فمأساتنا هي ان نجيء لنا بناس او بمسؤولين اللي هم غنوشي ثم قائد السيسي اللي هم من صلب الإدارة، وأسندت لهم إدارة المرحلة ما بعد الثورة. وهنا كانت المصيبة وكانت نجم نقولوا النكسة الكبيرة للثورة. نحن ما حصل في الثورة هو عملية حكم تاريخي على حقبة تمتد إلى حوالي 60 سنة. الإعلام يفرض عليكم ملفات لأسابيع، هذا اغتصاب طفلة، هذه ما نعرفش وين القضايا الأساسية بتاعنا؟ هل هناك قضايا أساسية وقع التطرق إليها؟ يتحدثوا على الشصار من تحركات لكن وين الإطار العام؟ فماش إطار عام. نطلب احتراما للشعب التونسي وباعتباره صاحب ثوره، انك تعترف اللي هو صاحب ثوره قام بثوره، انك تكشف على الارشيف. ما عندوش حق يجي مسؤول الان في حركه النهضه ولا في الحكومه ويقول راهو الارشيف هذا كان نكشف عليه تو عائلات تتفكك. احنا العائلات اللي تتفكك خليها تتفكك، احنا اللي تفكك واللي مشى مجتمع كامل اصبح تجمع سكني ما يربط ما بين تونسي وتونسي حتى شيء. لازم نكشفوه الواقع هذا، لازم الناس تعلم كيف ان الدكتاتوريه فككت المجتمع. وفي الختام تحيه لعالم تونس بتاعنا وما تسويش تخدموا على تونس، بالله تونس